يعني ينفع كده اللي حصل ده يا شيكابالا؟ ده كده غلط على الزلط. يعني ينفع بتوع الزمالك يروحوا يشيلوا صورتي من على البوستر بتاع ماتش القمة اللي جاي ويخلوا شكل وحش قدام الناس؟ ده اسمه كلام برضه؟ يا اخويا، هم شالوا صورتك من قدام الكعبة؟ ده انت تحمد ربنا انهم عملوا كده. ده انت نحسك هيتفك والدنيا هتزهزه معاك. وبعدين ازاي خلوا شكلك وحش يعني قدام الناس؟ ده انت خليت شكلهم وحش قدام العالم كله بعد ما بقلشتهم ورحت الاهلي. بس برضه يا عم شيكا، ده مش مبرر يعني انهم يشيلوا الصورة بتاعتي. وبعدين ده انا ليا عندهم فلوس قد كده، يخلوا عندهم دم ويداروا على نفسهم شوية. بقولك ايه، انا عايزك تعرف لي مين اللي عمل الحركة بتاعت الصورة دي. بقول لك يا زيزو، حل عن دماغي. ده انا ما صدقت سبتهم وربنا كرمني وفتح عليا. وانا اللي كنت هموت نفسي عشان العب سنه كمان معاهم، وهم يقولوا لي لا سنك كبير. وفي الاخر يا اخويا الاقيهم جددوا لعبد الله السعيد اللي عنده 40 سنه، وجابوا المهدي سليمان اللي عنده 39 سنه. معلش يا شيكا، هما كده يموتوا في الناس الكبيرة والعواجيز، وبعدين شوية كده لقدام وهتلاقيهم شالوا صورتك من الفريق ومن النادي أساسا. ليه يا عم؟ هو انا سبتهم ورحت الاهلي ولا ايه؟ وبعدين سيبك انت، حته صايعه من الاهلي لما قدم ماتش القمه اللي جاي وحطوا صورتك انت بس على البوستر. حركه زي دي تعمل حرقان في الشكمان. يا عم كبر دماغك، بلا شكمان بلا كاوتش. بس عارف يا واد يا شيكا، أنا من ساعة ما جيت الأهلي وأنا كأني في عالم تاني. ده أنا مقضيها فسح، إشي أمريكا وإشي تونس، مش زي الزمالك كان آخرنا بنروح نصيف في جمصة. ويا ريتنا كنا بنعرف ندخل يا اخويا. دول ما رضيوش يدخلونا المصيف بتاع جمصة ده لما عرفوا اننا في الزمالك. وبعدين انا شفتك في كاس العالم للانديه لما لعبت قدام ميسي. الله يسهل لك يا عم زيزو، لما نشوفك بقى هتعمل ايه قدام الزمالك في الدوري. يا سلام، ده انا بحلم بيوم ماتش الزمالك ده. مستنيك، انا مستنيك، وفي الاجوان انا هديك. ده انا بالميت كده هجيب لي هاتريك في الماتش ده. اصل دول جمايلهم كتير عليا ولازم اردها لهم في يوم زي ده. يا عم بس هم يجوا الماتش ده وما ينسحبوش، لان الصراحه كتير عليهم انت وامام وبن شرقي، وهيفكروا 100 مره قبل ما يروحوا يلعبوكم. المهم بقولك ايه، انا هفتح اكاديميه كره محندقه كده، ما تيجي تشاركني ونسميها اكاديميه الابطش والعالمي. لا شيكا معلش، انا بقيت غني دلوقتي من ساعه ما رحت الاهلي. وبعدين انا عملت مشروع مع امام عاشور، اشترينا نادي في الدنمارك وهنسميه الحراق والزوز.